كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، أنا اسمي أحمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي أحمد العرب، مغني وممثل. تمام. إن شاء الله في حاجات جاية الأيام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير إن شاء الله. وفي أغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. أنا عملت مهرجان أنا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية إن شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت أغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، قولوا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا، الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جايه الايام الجايه، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، قولوا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا، الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جايه الايام الجايه، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، قولوا ربنا يوفقه في اللي هو فيه
ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني. ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله، تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني. ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله، تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي إن شاء الله. أنا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي أنا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. إن شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. أولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة.
كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، أنا اسمي أحمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي أحمد العرب، مغني وممثل. تمام. إن شاء الله في حاجات جاية الأيام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير إن شاء الله. في أغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. أنا عملت مهرجان أنا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية إن شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت أغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان. طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جايه الايام الجايه، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان. طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه
ان شاء الله كل حاجه بتبقى خير وكل حاجه بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوه حلوه. ممكن الدعوه دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجه بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح، وعملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة، وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله، تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح، وعملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة، وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله، تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة.
كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، أنا اسمي أحمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي أحمد العرب، مغني وممثل. تمام. إن شاء الله في حاجات جاية الأيام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير إن شاء الله. في أغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. أنا عملت مهرجان أنا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية إن شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت أغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه
ان شاء الله كل حاجه بتبقى خير وكل حاجه بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جايه الايام الجايه، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان يعني الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده باذن الله، تمام. فان شاء الله الايام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لاخواتي، وفي حاجات حلوة باذن الله. بس اهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جايه الايام الجايه، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان يعني الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده باذن الله، تمام. فان شاء الله الايام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لاخواتي، وفي حاجات حلوة باذن الله. بس اهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة.
كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، أنا اسمي أحمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي أحمد العرب، مغني ممثل. تمام. إن شاء الله في حاجات جاية الأيام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير إن شاء الله. في أغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. أنا عملت مهرجان أنا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية إن شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت أغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان. طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان. طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه
ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني. ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله، تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاعلوا خير بالحياة، ومستني أخواتي يقفوا جنبي إن شاء الله. أنا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي أنا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. إن شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. أولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. أنا اسمي أحمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي أحمد العرب، مغني وممثل، تمام. إن شاء الله في حاجات جاية الأيام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير إن شاء الله. في أغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. أنا عملت مهرجان أنا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني. ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله، تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاعلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة.
كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، أنا اسمي أحمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي أحمد العرب، مغني وممثل. تمام. إن شاء الله في حاجات جاية الأيام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير إن شاء الله. في أغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. أنا عملت مهرجان أنا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية إن شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت أغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. يعني بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جايه الايام الجايه، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه
ان شاء الله كل حاجه بتبقى خير وكل حاجه بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جايه الايام الجايه، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله، تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جايه الايام الجايه، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله، تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. ان شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة.
كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، أنا اسمي أحمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي أحمد العرب، مغني وممثل. تمام. إن شاء الله في حاجات جاية الأيام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير إن شاء الله. في أغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. أنا عملت مهرجان أنا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية إن شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت أغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاعلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان. طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. يعني بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جايه الايام الجايه، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاعلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان. طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. بمناسبة السنة الجديدة، انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني وممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله، جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاعلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه
ان شاء الله كل حاجه بتبقى خير وكل حاجه بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوه حلوه. ممكن الدعوه دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجه بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح، عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة، وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله، تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي إن شاء الله. أنا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي أنا محتاجه بس يدعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. إن شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. أولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور، تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل، تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وباذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا باذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح، عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة، وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله، تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي إن شاء الله. أنا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله، اللي أنا محتاجه بس يدعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه. إن شاء الله كل حاجة بتبقى خير وكل حاجة بتبقى سبب. أولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده او ليه هو وصل لكده او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده، يعني مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان، طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين، تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه او الحياة دي هي حابة كده المجال ده، تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر، تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك المسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة.
كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. أنا اسمي أحمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي أحمد العرب، مغني ممثل. تمام. إن شاء الله في حاجات جاية الأيام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير إن شاء الله. في أغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. أنا عملت مهرجان أنا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية إن شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة. وعملت أغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، يا ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان. طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله بمناسبة السنة الجديدة. انا اسمي احمد عاشور. تمام. اسم الشهرة بتاعتي احمد العرب، مغني ممثل. تمام. ان شاء الله في حاجات جاية الايام الجاية، وبإذن الله نتفائل خير ان شاء الله. في اغاني ليا بإذن الله بحضر فيها اليومين دول. انا عملت مهرجان انا الفنان الحمد لله اكتسح نجاح. عملت مهرجان حرب عالية ان شاء الله الحمد لله جاب مشاهدات جميلة. وعملت اغنية كله سابني، ويعني عملت شوية حاجات حلوة كده بإذن الله. تمام. فإن شاء الله الأيام الجاية دي في حاجات لسه بحضر فيها لأخواتي، وفي حاجات حلوة بإذن الله. بس أهم حاجة تفاؤلوا خير بالحياة، ومستني اخواتي يقفوا جنبي ان شاء الله. انا مش محتاج حاجة من حد الحمد لله. اللي انا محتاجه بس ادعيلي دعوة حلوة، ولا ربنا يوفقه في اللي هو فيه ان شاء الله. كل حاجة بتبقى خير، وكل حاجة بتبقى سبب. اولا الموضوع اللي انت ما تبصش لرزق غيرك، او تقول مثلا ده ليه بيعمل كده، او ليه هو وصل لكده، او لا. انا ممكن اقول مثلا ايه، يا ربنا يوفقه، ربنا ينجحه، ادعي له دعوة حلوة. ممكن الدعوة دي تكون من نصيب الشخص ده. انا مفيش حاجة بعيد عن ربنا خالص. الحوار كله في ايه بقى؟ اللي انا ما اقعدش بقى ابص لرزق فلان. طب هو ليه بيغني؟ يمكن هو حابب كده، او هو حابب مثلا يوصل لكده. هي بتبقى الحوار نوعين. تمام. في ناس بتغني عشان خاطر فلوس، في ناس بتغني عشان هي حباه، او الحياة دي هي حابة كده المجال ده. تمام. فهي بتبقى سبب في الاول وفي الاخر. تمام. هي الحوار بس اللي انت ادعي لاخوك مسلم، ويمكن ربنا يكرم الجميع، ويمكن ربنا ان شاء الله تبقى دي حياته الايام الجاية تبقى خير وسعادة.